تمام 10:30 ليلا في استديو قناة اليوم الفضائية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الرياض اليوم. توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه قادش بثلاثية نظيفة في الجولة 34 من المسابقة. وبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح النادي الملكي بتسجيل 3 أهداف متتالية في شوط المباراة الثاني بواسطة كل من المغربي إبراهيم دياز والإنجليزي جود بيلينغهام وخوسيلو بالدقائق 51 و68 و93. وبانتصاره رفع الميرينجي رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة عن جيرونا الثاني والذي تغلب على برشلونة ب4 أهداف لهدفين. يتوج الريال بلقب الدوري للمرة 36 في تاريخ النادي الملكي. مشاهدينا الكرام، ولمناقشة تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم ينضم إلينا من شافهاوزن في سويسرا المدرب والمحلل الكروي الكابتن سليمان يوسف، ومن العاصمة القطرية الدوحة الإعلامي الرياضي عبد الرحمن آدم زراردي. أهلا ومرحبا بكما ضيفاي الكريمان على شاشة اليوم. أبدأ مباشرة من الدوحة مع آدم. عبد الرحمن، أهلا بك على شاشة اليوم. إذن الريال قبل 4 مراحل يحسم اللقب للمرة 36. مساء الخير كابتن. مساء الخير الكريم أيضا. إذا ريال مدريد ليس بالجديد عليه نادي الليغا. ريال مدريد نادي ألقاب، نادي قوي جدا، نادي مع كارلو أنشيلوتي مستقل. نادي ريال مدريد هو نادي الذي يمتلك شخصية البطل. هذا الموسم شاهدنا ريال مدريد قوي بقيادة كارلو أنشيلوتي، شاهدنا تألق بالوافد الجديد جود بيلينغهام، شاهدنا فينيسيوس في قمة لاعبين الشبان في صورة إبراهيم دياز الذين نالوا ثقة كارلو أنشيلوتي. لقب ليغا مستحق جدا لريال مدريد في ظل ضعف برشلونة، ورغم منافسة أيضا من جيرونا. حقيقة جيرونا هو مدريد وهو من نفس ريال مدريد، لكن ريال أقوى بكثير من الناديين وأقوى بمرة. ريال مدريد حسم بفعل قوته تناول الأمور قبل فوزه على برشلونة ذهبا، حسم الأمور ضد غالبا. ريال مدريد هذا الموسم كان الأقوى، يستحق اللقب. ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ليس بالجديد عليه لقب. نعم. الآن أتحول إلى شافهاوزن في سويسرا، ينضم إلينا المدرب والمحلل الكروي الكابتن سليمان. أهلا بك كابتن سليمان على شاشة اليوم. إذن اللقب ليس غريب على النادي الملكي للمرة 36، رقم قياسي غير مسبوق. الريال بطلا لإسبانيا. مساء الخير استاذ عبد الجبار لك وجميع مشاهدي قناه اليوم والاستاذ ادم من قطر. استاذ عبد الجبار، طبعا الفريق توج عن جداره واستحقاق بعدم وجود منافس حقيقي. صحيح. بالدوري الاسباني بالليغا ما شفنا منافس حقيقي للريال. اولا استاذ عبد الجبار، اذا قعدنا من بدايه بدايات الدوري للريال مع انشيلوتي كانت سيئه جدا. الصحف الاسبانيه انتقدت انشيلوتي، الرياضيين وبحثوا، كان في بدايه الدوري يبحثوا عن بديل لانشيلوتي. طبعا انشيلوتي استاذ عبد الجبار لانه هن الرياضيين باسبانيا شموا رياح انه في تجديد بالفريق، وطبعا هذا ما ناسب بعض القائمين على النادي. طبعا استاذ عبد الجبار البدايات، رحيل بنزيما، التخلي عن هازارد، فشل صفقه كيليان، الاكتفاء باستعاده خوسيلو، كل الامور استاذ عبد الجبار، اصابه كورتوا، اصابه ابرز العناصر، كان في قلق لجماهير الريال وحتى القائمين على الفريق انه المنافسه كيف ستكون في الليغا في ظل وجود هذه المشاكل. ولكن استاذ عبد الجبار لكل مدرب فلسفه. بدنا نقول الحقيقه، الفضل يعود الى انشيلوتي
الذي يتمتع يعني كابتن، عفوا على المقاطعة، يعني فعلا كلام جميل وجوهري، يعني فعلا يعني وضعت ايدك على الجرح. الجميع كان ينتقد أنشيلوتي في بداية الموسم، أنشيلوتي أخطأ، أنشيلوتي جبان، أنشيلوتي، لكن أنشيلوتي رد على الجميع في الميدان. كابتن سليمان. بالضبط. هون استاذ جبار، يعني قلنا هي الاشياء السلبيه طبعا اللي كانت رافقت الفريق من بدايه التحضير، ولكن هون استاذ جبار هون تبدا فلسفه المدرب العبقري. نعم. الذي أنشيلوتي يتصف الاستاذ عبد الجبار بالهدوء والاتزان، يعني هو قام بلملمه الاوراق والاعتماد على الموجودين، بناء منظومه ريال مدريد الجديده بدون نجوم. استاذ عبد الجبار ان المهاجم بيلينغهام ما هو مهاجم، صحيح، يعني هو لاعب وسط، صحيح، ولكن هلا ثاني الهدافين في الدوري الاسباني، يعني نعم. وكان هداف لمراحل طويله يعني. نعم، برافو استاذ عبد الجبار. والانتصار، شوف استاذ عبد الجبار، الليغا مو هدف انشيلوتي ليس الفوز باللقب اللالي، لانه هو حسم الليغا مبكرا بوجود عدم منافس، لا جيرونا لا ريال لا اتلتيكو لا سوسيداد لا بلباو، ما في منافس حقيقي للريال. واستاذ عبد الجبار طبعا البدايات الناجحه لانشيلوتي كانت بالفوز على برشلونه بالكلاسيكو، يعني هذا اعطى دفعه ومعنويات للفريق في نعم. كابتن سليمان، خليني ارجع للدوحه، راح نرجع مجددا لفلسفه انشيلوتي. يعني ادم، فعلا الكابتن سليمان وضع يعني نقطه مهمه في الحوار. فعلا البدايه كانت من الكلاسيكو، وبالتحديد بعد الدقيقه 60 شاهدنا برشلونه مسيطر في كل شيء في الكلاسيكو مباراه الذهاب، حتى ريال مدريد لم يصل الى مرمى برشلونه في طيله الشوط الاول. نعم، تفضل. بالنسبه لريال مدريد وكارلو انشيلوتي بعد الذهاب، صحيح ان برشلونه كان مسيطر، برشلونه في كل مباريات مسيطر، حتى لو ترجع لقاء باريس سان جيرمان سيطر، وفي الاياب شاهدنا ما شاهدنا. المشكله ليست يعني مشكله صحيح في برشلونه، صحيح الريال انطلق من مباراه برشلونه، ولكن لا يجب ان نقول ان الكلاسيكو هو السبب، بل انشيلوتي يعني يستحق كل الاستثناء والتقدير. اتذكر يعني مقوله قالها المعلق عصام الشوالي، أذكرها جدا، أنه قال في لقاء بايرن ميونخ ظلموا وقارنوا بجوارديولا، وضعوه في مكان أكثر منك، ابتدائية في عالم التدريب. الإيطالي لديه فلسفة يعني تتسم بالواقعية، مثلا في لقاءي الشامبيونز ليج السيتي ضد شاهدنا فريقين كانا مسيطران، أنشيلوتي خرج بأخف الأضرار، بل وخرج منتصرا، يعني في بايرن ميونخ خرج بأخف الأضرار، والسيتي خرج متأهلا. وبالتالي برشلونه صحيح انه سيطر، لكن عند قدم تلعب ل 90 دقيقه، عنده لاعبين يعتمد على الشبان ويضع فيهم الثقه الكامله، وخصوصا الثقه الكامله لما ترى فريق مثل ريال مدريد رحل عنه نجم مثل بنزيما، كانوا ينتظرون مبابي لم ياتي. الجميع قال ان حتى انتقد مثل ما ذكر الاستاذ، انتقد انشيلوتي، انتقدوا فلورنتينو بيريز انه لم ياتي بلاعب سوبر هذا الموسم، باستثناء جود بيلينغهام واردا جولار الذين لم يكن يتوقع ان يعني هم لاعبان مميزان، اوكي، لكن لم يكن يتوقع ان يكون بحجم بنزيما مثلا او بحجم فكارلو انشيلوتي ترفع له قبعه، يعني هو في المباريات التي انطلق فيها جسد واقعيته، هناك بدات تظهر عمله. برشلونه لم يكن منافس ريال مدريد لا ذهابا ولا ايابا ولا حتى في كاس السوبر الاسباني، فريال مدريد عنده المقابله لا تلعب بالسيطره بل بالواقعيه بالتجسيد. يعني في اخر انه سجل هدفا متى؟ في الدقيقه 93، في حين انه فيرمين لوبيز لما سجل الهدف الثاني احتفل وكان المباراه خلصت خلاص بالنسبه لبرشلونه. ولاحظنا تاريخي شديد في كلاسيكو الاياب، لكن ريال مدريد عاد وقلب النتيجه، وهناك حسم الليغا تقريبا نهائيا. فبالنسبه لي ريال مدريد ريال واقعي، ريال انشيلوتي يلعب بما لديه قدرات فرديه كثيره جدا، وبالتالي لا يجب، صحيح ان ريال مدريد انطلق من مقابله برشلونه بالذهاب، لكن لا يجب لان ريال مدريد مع كارلو انشيلوتي خصوصا شيء اخر تماما، شخصيه الأضيم.
كلام جميل يسم فعلا آدم. وفي الشدائد كابتن سليمان تظهر معادن الرجال، وأنشلوتي أبدع في مباراة الذهاب في الكلاسيكو، وتحديدا كما ذكرنا بعد الدقيقة 60 كيف أنه استعاد توازن الريال وحول تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين في مباراة الذهاب المشهودة، وفيها كانت نقطة انعطاف ليس في مسيرة الريال فحسب، إنما في مسيرة الدوري الإسباني بشكل عام. برشلونة تراجع منذ الكلاسيكو، والريال انطلاقة صاروخية صراحة. برافو استاذ عبد الجبار. اذا اتفقنا انه نقطه البدايه كانت من الكلاسيكو استاذ عبد الجبار، طبعا ما نخفي استاذ عبد الجبار الكلاسيكو هي البدايه، ولكن الريال قام بجهود كبيره عبر بدايه الدوري الى النهايه. واستاذ عبد الجبار دائما الفريق او المدرب في الشغلتين استاذ عبد الجبار: انسجام بين اللاعبين، المدرب يعرف استاذ عبد الجبار اين يضع اللاعب المناسب في المكان المناسب، والمباراه هي 90 دقيقه. انت قلت استاذ عبد الجبار مباراه برشلونه ل 60 دقيقه الريال ما سوش، المباراه 90 دقيقه بدك تلعب للدقيقه 90 مع زياده 10 دقائق، يعني 100 دقيقه المباراه. استاذ عبد الجبار البدايه من الكلاسيكو، ولكن استاذ عبد الجبار العين انشيلوتي على جميع الالقاب، على الليغا، وهلا هو مستمر. يعني بكره راح يكون فائز، راح يتاهل على النهائي، ما راح يكون منافسه حقيقي. يعني الريال انا بقول بطوله دوري ابطال اوروبا للريال والليغا للريال. استاذ عبد الجبار اذا جينا على احصائيات الريال اللي حققها بفوزه بالليغا، احصائيات يعني ارقام تاريخيه. يعني اللقب 36 استاذ عبد الجبار اكثر نادي حقق ارقام تاريخيه. اذا قلنا افضل نادي، اذا قلنا في عندنا 5 دوريات هي الافضل في العالم، اذا قلنا الاسباني والالماني والايطالي والانجليزي والفرنسي، فهلا افضل الفرق هن ريال بالتعادل مع يوفنتوس. نعم. اللقب استاذ عبد الجبار رقم 100 في جميع البطولات. صحيح. انشيلوتي ثاني اكثر من حقق القاب في تاريخ ريال برصيد 12 لقب. وبيريز رئيس النادي، شوف استاذ عبد الجبار، اللاعبين والمدرب والفريق كل الارقام تاريخيه. بيريز رئيس نادي اكثر رئيس حقق القاب في تاريخ الملكي برصيد 34، طبعا متفوقا على سانتياغو برنابيو برصيد 33 لقب. الفريق استاذ عبد الجبار اذا جينا فنيا سجل 74 هدف في 34 مباراه، افضل خط هجوم، استقبل مرمات 22 هدف، افضل خط دفاع، اقوى خط دفاع، اقوى خط هجوم، مع انه ما عنده مهاجم اساسي. شوف ركز على نقطه ركز عليها، انه نعم. فيصل، فينيسيوس، بيلينغهام، جميع اللاعبين هن هدافين استاذ عبد الجبار. يعني صحيح. هاي انا عم بقول على فلسفه المدرب هون. العقليه والفلسفه، فلسفه ريال مدريد تفوقت على فلسفه برشلونه، على اكاديميه لامارسيا، على فلسفه اتلتيكو. هون استاذ عبد الجبار المدرب هو نصف الفريق. يعني انشيلوتي بذكائه وبدهائه الغير محدود هو اللي حقق البطولات. اي مدرب لو مع ريال مدريد كان ريال مدريد سيعاني، لا الليغا صعب ولا الابطال تاهل، يعني مثل برشلونه، مثل شافي هلا مع برشلونه استاذ عبد الجبار. هاي في امور، هي الفرق، المدرب والفريق والاداره والامور كلها متكامله. يعني اذا المدرب ما كان ذكي وما كان عنده فلسفه ما راح ينجح الفريق. جميل جدا، جميل جدا. آدم، يعني ذهب رونالدو، الكل قال سيعاني الريال، ظهر بنزيما، ذهب بنزيما، ظهر بيلينغهام، ظهر إبراهيم دياز، ظهر فيني، والقائمة تطول. دائما هناك نجوم، دائما أنشيلوتي يجد ضالته، والريال دائما يحضر بالموجودين. هناك مقولة عربية لدى مشجعي ريال مدريد العرب تحديدا، يقولون الريال بمنحدر. فعلا الريال بمنحدر. الريال يعني بطل ريال مدريد الالقاب في ريال مدريد لم تاتي بكريستيانو رونالدو. صحيح ان كريستيانو في فتره ما ريال مدريد الذي القاب منذ السابق، يعني منذ القدم، اول خمسه دوري ابطال ريال مدريد.
اكثر من حقق الليغا هو ريال مدريد، اكثر من حقق دوري الابطال هو ريال مدريد. نادي تاريخي، نادي القاب، نادي يعني نادي كره قدم. ريال مدريد نادي يعني هو من يصنع. صحيح ان هناك اسماء مميزه مرت عليه، لكن لو ترى ان فتره تحديدا يعني القويه، الفترات القويه لهؤلاء النجوم كانت في ريال مدريد. صحيح مثلا كريستيانو رونالدو كان متالقا في ماتش، لكن ضاع صيته في ريال. فينيسيوس جونيور جاء في اول موسمين تقريبا في ريال مدريد، حتى اتذكر انه كان فيديو شهير لكريم بنزيما كان يقول لزميله يعني كانه هذا لا يلعب معنا، لماذا اتوا به الى ريال مدريد؟ انظر الى فينيسيوس اليوم، بصراحه النجم، اول نجم في ريال مدريد. جود بيلينغهام لما اتى يعني الجميع انتقد الصفقه، كانوا ينتظرون في كيليان مبابي. جود بيلينغهام هو نجم الريال الاول في الليغا. فريال مدريد هو من يصنع الاسماء، هو من يصنع النجوم حقيقه. يعني لما يرتدي اللاعب قميص ريال مدريد هناك القله القليله التي لم تنجح، لكن اغلب اللاعبين لما يرتدون قميص ريال مدريد مع الشغل يعني الشغل الفعلي، الشغل المحترف، الجاهزيه البدنيه، التكتيك العالي، اللعب على المرتدات، ريال مدريد يجلب اللاعبين وفق ما يتماشى مع خططه، وفق ما يتماشى مع اسلوبه، وبالتالي هؤلاء اللاعبين يجدون ظلتهم في الريال. فريال مدريد هو من يصنع الاسماء، هو من يصنع النجوم. هناك مقوله ان الريال رويال، يعني الريال ملكي، فبمجرد ان ترتدي قميص ريال مدريد فحقيقه ستكون نجم. نعم فعلا النادي يبقى فوق الجميع كما شاهدنا. الريال هو الذي يصنع النجوم. زميلنا المخرج راح يستعرض نتائج الجولة. طبعا قادش وريال مدريد، الريال يتغلب على قادش بثلاثية. طبعا جيرونا فاز على برشلونة ب4-2 نفس نتيجة مباراة الذهاب. وأتلتيكو ومايوركا أيضا، مايوركا خسر أمام ضيفي أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل. هذه أبرز نتائج الجولة. طبعا الريال قادش ثلاثية بيضاء للنادي الملكي. جيرونا تغلب على برشلونة نفس لقاء الذهاب ب4-2. ومايوركا سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء. والآن إلى ترتيب 4 الكبار في ترتيب الدوري الإسباني. الريال في الصدارة دائما وتوج باللقب قبل 4 مراحل من النهاية ب87 نقطة. جيرونا قفز المركز الثاني بعد فوزه على برشلونة ب4-2 إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث. وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع. طبعا حتى الآن الريال وجيرونا وبرشلونة رسميا في الموسم المقبل في دوري الأبطال. نعود إلى سويسرا. كابتن سليمان، شاهدت النتائج والترتيب. إذن برشلونة خسر أمام جيرونا بنفس مباراة الذهاب. ماذا يجري لبرشلونة؟ بصراحة أستاذ عبد الجبار، برشلونة وجماهير برشلونة يستحقان ما هو الأفضل بصراحة. يعني الخروج بموسم صفري، أنا سميته الموسم الصفري لبرشلونة. يعني هو أمر لا بأس فيه أستاذ عبد الجبار، يعني وفوز ريال بالدوري وبدوري الأبطال ايضا ليست ازمه، لانه حدث ذلك استاذ عبد الجبار في الجيل الذهبي، يعني بحضور ميسي وتشافي وانيستا. ولكن استاذ عبد الجبار، الامر المحزن والمخجل هو فقدان برشلونه هويته وشخصيته الحقيقيه. يعني هلا انت شفت، انا حاطط هاي اشاره استفهام، التعرض لهزائم والاستسلام الغير مبرر في بعض المباريات. على سبيل المثال لا الحصر، جيرونا ذهابا وايابا استاذ عبد الجبار 8 اهداف، 4-2. يعني بصراحة أنا برشلونة أول مرة أشوفه يعني فريق منهزم مستسلم، يعني هو نفسيا وذهنيا يعني فريق مستسلم. طبعا أستاذ عبد الجبار في له أسباب فنية وإدارية، ولكن أستاذ عبد الجبار في شغلات. شو خسر برشلونة بخسارته للمركز الثاني وبإقصائه من ربع نهائي دوري الأبطال. خسارة برشلونة أستاذ عبد الجبار المركز الثاني، جيرونا القدم حاليا عم نحكي خسارة المركز الثاني، يعني هو الاستبعاد من المشاركه في كاس سوبر اسبانيا جبار، وهي خساره ماديه ومعنويه وتاريخيه. اخسار برشلونه من ربع نهائي دوري الابطال جبار، اي الاستبعاد من المشاركه في كاس العالم للانديه 2025. صحيح. شوف فقدان المركز الثاني جبار شو تعاقب عليه خسارات.
يعني بظل كابتن سليمان، يعني الوضع المالي صعب. يعني شو هو مشروع لابورتا الذي يتغنى فيه ويتشدق بالمشروع مستمر، والمشروع أين المشروع الذي يعني وضع أنصار برشلونة في وضع لا يحسدون عليه؟ برافو استاذ عبد الجبار، هذا سؤال فني جدا جدا جيد، وانا راح اجاوبك عليه. شو المشروع استاذ عبد الجبار؟ يعني لابورتا متمسك بتشافي. شو فكرك استاذ عبد الجبار؟ شو اللي يشفع لتشافي استاذ عبد الجبار انه يكون مدرب برشلونه، غير هو انه هويته البرشلونيه المتجذره بعمق في فلسفه النادي ومناهجي. استاذ عبد الجبار، المشروع اذا كان مع تشافي، المشروع هلا حكيت عن المشروع ولابورتا طويل، فهذا امر طبيعي لبناء فريق جديد بعقليه تتناسب مع فلسفه اكاديميات لاماسيا. شوف استاذ عبد الجبار، هذا هو المشروع، هو المواهب الموجوده في اكاديميات لاماسيا البرشلونيه، هذا هو المشروع لابورتا وتشافي. واستاذ عبد الجبار، اهم اللاعبين معروفين، يعني في عندنا افضل 3 لاعبين هلا عم يلعبوا بالدوري الاسباني، هن او النجوم الحاليين من اكاديميه لاماسيا، يعني فيرمين لوبيز استاذ عبد الجبار هذا من اكاديميه لاماسيا، لامين جمال اكاديميه لاماسيا، كوبارسي من اكاديميه لاماسيا، وغيرهم من المواهب. هون المشروع هذا استاذ عبد الجبار، وانا بتفق جدا مع المشروع. معلش استاذ عبد الجبار، خساره موسم الليغا او ابطال الدوري، ولكن بناء فريق من المواهب لسنين عديده وحصد الالقاب، هذا امر جيد جدا، وهذا اللي ينقصنا نحن في الوطن العربي، هذه العقليه استاذ عبد الجبار. صحيح. نحن عقليتنا انه نفكر بهذا الدوري. نعم، معلش انت لا تخسر لقب هذا الدوري، ولكن انت بدك تبني فريق من مواهب، ولا تحتاج استاذ عبد الجبار. كابتن سليمان، خلينا نسمع ادم رايه ببرشلونه وخيبه يعني العروض المخيبه للامال في هذا الموسم الصفري، كما تفضلت وسميته موسم صفري فعلا. لم يقدم برشلونه، خرج خالي الوفاض من مسابقه كاس الملك الذي هو اكثر الانديه تتويجا بهذا اللقب، خرج من كاس السوبر الإسباني صفر اليدين، وأيضا من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضا من الدوري الإسباني. آدم؟ بالطبع كابتن، برشلونة الموسم ليس صفري فقط، بل برشلونة في المواسم الأخيرة صار فريق الرباعيات. نعم. نعم آدم؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع آدم. نعود إلى شافهاوزن. كابتن سليمان، يعني مشروع كهذا مشروع ضخم، البناء على يعني إنجازات مدرسة لاماسيا، بحاجة إلى مدرب قدير. هل تشافي يصلح لهذا المشروع؟ استاذ عبد الجبار، انا برايي تشافي هو خريج اكاديميه لاماسيا، وهو هذا فلسفه ومناهج واكاديميه لاماسيا متجذره في عمق في تشافي. فليش استاذ عبد الجبار تشافي بالتحديد؟ نعم. اولا استاذ عبد الجبار، تشافي دائما نحن ندور دائما في ابن النادي، دائما هو الحريص اكثر على مصلحه النادي، على مصلحه النادي وعلى مواهب النادي. يعني هاي شعارات رنانه سمعناها مرارا وتكرارا. خلينا نرجع لادم، استعدنا الاتصال بادم. ادم، رايك بمشروع لاماسيا وبقياده تشافي؟ بصراحه كابتن، زي ما اخبرتك، يعني نادي برشلونه اصبح فريق الرباعيات، موسم صفري. حقيقه انا اؤمن بلاماسيا. لاماسيا اخرجت نجوم، لامين جمال الحين نجم اسبانيا ونجم برشلونه، لكن هذا ليس مقنع بالنسبه لي. ان برشلونه مع تشافي فريق انهزامي جدا، فريق يعني كانت لديه، صحيح ان تشافي صنع يعني بعض اسلوب لعب برشلونه القديم، اسلوب لاماسيا، لكن هذا لم يعد نافعا في 2024. التيكي تاكا وتدوير الكره لم يعد هذه التقنيه وهذه الفلسفه، وفلسفه لاماسيا ليست من اسلوب كره القدم الحديثه. حاليا كل الفرق المتفوقه، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، صارت تلعب على الهجمات المرتده، على جلب النجوم، على جلب افضل اللاعبين في نواديهم، وهذا ما يفتقده برشلونه. برشلونه بالنسبه له تشافي يعني خسر من دوري اوروبا، خسر بطريقه مخزيه، اخذ 4 من خسر كل شيء، حتى بعض انصاره فقد بعض انصاره.
نبارك للريال التتويج بلقب الدوري الإسباني بجدارة واستحقاق. هارد لك لأنصار وعشاق البلوغرانا برشلونة والروخي بلانكوس وبقية الفرق. وصلنا لنهاية حلقة الليلة. كل الشكر لضيفي من شافهاوزن في سويسرا المدرب والمحلل الكروي المتميز الكابتن سليمان يوسف، ومن العاصمة القطرية الدوحة الإعلامي المتميز عبد الرحمن زراردي. كما أشكركم مشاهدين على كرم وطيب المتابعة. بعد قليل ليلوز بدري توافيكم بآخر الأخبار السياسية. إلى اللقاء.